السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكة المندرين المسلوق اللي كنحضروها فقط في الخلاط الكهربائي. مكونات بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت كتعطينا نتيجة رائعة. يعني كيك كيجينا خفيف وفي نفس الوقت هش. هانتوما كيفاش كيجي بعد ما قطعت واحد لو مورسو، كيجي اللون ديالها برتقالي، وهنا في الداخل ديالها درت فواكه معسلة. والتزيين طبعا كيبقى اختياري. غادي نحضر معكم واحد الصلصه اللي غادي نديروها من الفوق حتى هي بالمندرين. كنتمنى الوصفه تنال اعجابكم، ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشجعوني بالاشتراك وطبعا اللايك الا عجبكم الفيديو. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه لكيكه المندرين المسلوق اللي غادي نشارك معكم اليوم، فانا غادي نحتاج في المقادير عندي 3 ديال الحبات ديال المندرين بحجم متوسط اللي سلقتهم مزيان في الماء، يعني عطيتهم تقريبا واحد 10 دقائق. علاش كنسلقوا المندرين وما كنخليوش هكاك؟ باش هاد الجلده ملي نطحنوها ما تعطيناش مذاق مر في الكيك. يعني ضروري خصو يتسلق مزيان باش هذيك المروره اللي كاينه في المندرين تهبط مع الماء. وحطيته هنايا تبرد يعني بعد ما صفيته. غادي نحتاج ايضا 3 ديال البيضات بحجم متوسط بدرجه حراره الغرفه، كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، وعندي هنايا كاس ديال العنبه ديال سكر خاشن، عندي هنايا كاس لاروب ديال الماء يكون غليان يعني تخليوه حتى تخرج منه السبوله، عندي هنايا واحد ساشي ديال سكر منسم بالفاني، قبصه من الملح، عندي 16 غرام ديال خميره كيماويه اولا 2 ساشيات، عندي الدقيق حسب الخليط، وغادي نحتاج واحد ملعقه كبيره ديال هاد لي فخوي كونفي اولا فواكه معسله، يعني كيتنسجموا لينا مع المذاق ديال المندرين. ما كانش متوفر عندكم يعني كيبقاو هما فقط اضافه اولا اختياريين. كانوا هادو مكونات ديال الكيك اللي غنشارك معكم بالمندرين المسلوق. بقاو معايا في طريقه التحضير. هنا كناخذوا كاس ديال الخلاط الكهربائي، يعني هاد الكيكه ساهله غتحتاجوا فيها غير مولينكس، وغادي نوضع فيها هاد المندرين هذا قسمته على جوج هكا، غير على جوج صافي يعني ما تمحنوش بزاف. وغادي نزيد عليها كاس لاروب ديال الماء غليان اولا الماء طايب، وغادي نطحن هاد المكونات مزيان في خلاط كهربائي، لان بامكاننا نديروا البيض السكر السنيده اولا السكر والزيت ونضيف المندرين، غير هو ما غيتطحنش لينا مزيان. من الاحسن نطحنوه هو الاول ونضيفوا ليه باقي المكونات. بعد ما كيتخلط الخليط كيولي القوام ديالو بهذا الشكل هذا، يعني راه كيولي ثقيل، وكنخليوه حتى كيدفى شي شويه. من بعد غادي نضيف البيض لانني انا كنت طحنته شي شويه قبل. غادي نضيف دابا 3 ديال البيضات بدرجه حراره الغرفه. غادي نضيف ايضا الزيت نباتيه، عندي هنا السكر الخاشن، غادي نضيف الفاني اولا سكر منسم بالفاني، ايضا قبصه من الملح، وغادي نعاود نخلط هاد المكونات مزيان ونرجع لكم. خلطت الخليط مزيان، فانا جبت هنا اناء وغادي نحاول نفرغو فيه نشتي اللون ديالو كي كيولي. من بعد فانا كنجيب شي صفاي وغادي نبدا نضيف الدقيق، وغادي نحسب لكم بالملعقه، يعني ملعقه كتكون ممتلئه هكا. كيفاش غنحسب لكم؟ بسم الله، 3. وغادي نضيف هنايا مع خميره ديال الحلوه، غادي نغربل بعدا ونشوف الا خصني كنبدا نضيف. هنا كيف ما كتشوفوا القوام ديال الكيك بعد ما دخلت فيه الدقيق، فبالنسبه للمعلقه كبيره فانا خدات لي 10 ديال الملاعق كبيره ممتلئه، يعني كتكون عامره، خدات لي 10. وطبعا راه نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق، المهم تحصلوا على هذا القوام، راه هو ما ثقيل ما خفيف وكيجي متجانس. ها نتوما ملي كنوصل لهاد المرحله فانا كنضيف معلقه ديال الفواكه معسله. طبعا هي اختياريه ولكن كتعطينا واحد الشكل جميل في الكيك. هذه ما كنطحنوهاش مع المكونات في الاول لان انا بغيتها تبان ليا في الكيك صافي. وكنحاول هكا ندخلها بالشكل هذا، كنبقاو نحركو حتى كيتفكوا ليا مزيان.
من بعد فانا كنجيب مول دائري اللي كيكون هكا، كيجي محلول من الوسط هكا. بالنسبه للقطر ديالو فتقريبا 22 حتى 23. وغادي نحاول نجيب الخليط ديال الكيك اللي حضرنا مع بعضياتنا طبعا، وغادي نحاول نفرغه. يجي الخليط رائع، واحد اللون جميل. بعد ما فرغت الخليط فانا كنحاول نضربو هكا، وكندخلو الفرن يعني بارد، النار من تحت منه. بالنسبه للفرن غازي وحاولوا ديروها مهيله بزاف. كنعطيوه تقريبا واحد 30 حتى ل 35 دقيقه حتى نحسو بيه يطلع مزيان وما نحلوش عليه الفران. يعني هذه الا بغيتو الكيكه ما تجيكمش مدقسه وما تهبطش ليكم، ما تحلوش عليها الفران حتى دوز 25 دقيقه. من بعد ممكن تشوفوا واش طلعت ولا مازال. صافي. وكنتاكدوا دائما بعود خشبي كنحمروها من الفوق، ونشوفوا ان شاء الله باش غادي نزينوها. هنا بما ان الكيك في الفرن فانا غادي نحضر واحد الصلصه حتى هي بالمندرين اللي غادي نزين بها الكيك بعد ما يخرج من الفران. عندي هنايا واحد تقريبا كاس لاروب ديال العصير ديال المندرين. غادي نضيف ليه تقريبا واحد 2 ملاعق كبيره ديال السكر خشن، يعني ملاعق غير ممتلئه، اولا ممكن ديروا غير معلقه هكا. وغادي نضيف واحد الملعقه اللي كتكون ممسوحه، يعني ماشي ممتلئه، ديال الكريم باتيسير باش الكريمه ما تجينيش عاقده بزاف. كريم باتيسير كيجيب الصلصه بنينه بزاف بالعصير ديال البرتقال. ما كانش متوفر ديروا ملعقه يعني ممسوحه ديال النشا. غنخلط هاد المكونات وغادي نوضعهم فوق النار حتى نحصل على واحد الصلصه متجانسه، ونرجع نوريها لكم كيفاش جات. هذا هو الشكل ديال الكيك بعد ما طاب. هانتوما كيفاش داير، كيجي محمر وكيجي منفوخ. هانتوما راه كامل كيجي محمر. هانتوما شوفوا كيجي رائع. هو دابا مازال سخون شويه، غادي نخليه يدفى غير واحد شويه باش نفرغ فوق منه الصلصه اللي حضرنا. هنا كنجيب الصلصه اللي حضرت معكم، هذا هو القوام ديالها. شوفوا كيفاش كتجي رائعه هاد الصلصه، وبالاخص الا درتو معها كريم باتيسير ماشي نشا. هانتوما كنخليها حتى كتولي بحال هكا، هي دابا راها دافيه. غادي نجيبو وغادي نبدا نفرغها هكا من الفوق. نحاول بهذا الوسط هذا اللي كيجي مشقق. نحاول ندهنها مزيان. وطبعا بامكانكم ديروا غير صلصه ديال الشوكولاته، ممكن ديروا مربى ناباج، يعني غير بما ان لو تيم فيه الماندارين قلت مزوقه حتى بواحد الصلصه كتكون هي من نفس الفاكهه. نتمنى تجربوها، الرائحه ديالها زعما يا سلام. بالنسبه للتزيين فانا غادي ندير حبيبات شوكولاته بيضاء، لان الابيض كيجي مع البرتقالي يعني احسن من الاسود. غادي نحاول نديرهم هكا من الفوق، يعني فقط القليل. يعني الحاجه كل ما كانت قليله كل ما كتجي اللمسه ديالها عصريه هكا. وغادي ندير ايضا القليل من حبيبات ديال هكا ملونين صغيورين، نديرهم هكا من الفوق فقط كيعطيو جماليه. ممكن ديروا الكوك، انا صراحه كنت غندير الكوك ما متوفرش عندي. ممكن تحكوا الشوكولات، ممكن ديروا فيرميسيل اللي كتفضلوا. صافي. وغادي نخليها حتى تبرد مزيان، لان الحلوه ضروري خصها تبرد. وهاد الكلاصاج اللي درنا من الفوق اولا هاد الكريمه حتى هي خصها تبرد، وان شاء الله نقدمها لكم في صحن التقديم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بعد ما برد. وكيف ما شفتوا يعني التزيين راه ممكن ديروا اللي متوفر عندكم في المنزل. وانا طبعا قبل ما نختم معكم الفيديو غادي نقطع لكم باش نوريكم الكيك كيفاش كيجي من الداخل. راه كيجي هشيش وخفيف. شوفوا كيفاش كيجي الكيك، راه كيجي اسفنجي